بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده اقدم لكم المكرونه بالجمبري بطريقه سهله وبسيطه، ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نقول المكونات. هنقول مكونات المكرونه. معانا ربع كيلو جمبري متقشر ومتنضف ومغسول كويس، ومعانا ليمونه وقرن فلفل ومعلقتين صلصه وطماطم وفلفل الوان وثوم وملح وكمون وشطه وبهارات سمك. هنحط الفلفل والبهارات والكمون والثوم وندقهم مع بعض. وبعد ما دقينا الثوم مع البهارات، خدنا الليمونه قطعناها 4/4 ودقيناها مع التتبيله عشان ناخد الزيوت اللي في القشر بتخلي تتبيله الجمبري طعمها تحفه. هناخد نص التتبيله ونسيب نصها للمكرونه، وهنتبل الجمبري. وبعد ما تبلنا الجمبري هنحط عليه نص الليمونه التاني ونسيبه يتبل ونسلق المكرونه. حطينا الميه تغلي في المكرونه وهنحط لها الملح. حطينا الملح وهنجيب المكرونه نسلقها. معانا مكرونه وضع عشان تتناسب مع الجمبري، اللي ما عندوش يحط اي نوع. حطينا المكرونه تتسلق، هنسلقها 3/4 سوا عشان نحطها في الصلصه تكمل سواها. المكرونه استوت 3/4 سوا، وهنصفيها وناخد من الميه بتاعتها ربع كوبايه ميه عشان نزود بيها الصوص. وقشرنا الطماطم وهنقطعها مكعبات صغيره. هنقطع الفلفل، هناخد نص الفلفلايه بس. عشان نعمل الصوص، اول حاجه هنعملها هنشوح الجمبري في حبه زيت، وبعد كده نقعده دقيقتين يا دوبك يغير لونه، وهنشيله من الزيت عشان نعمل الصوص. بعد ما الجمبري يتشوح هنشيله من الزيت. وبعد ما شيلنا الجمبري هنشوح الثوم اللي باقي في الزيت. بعد ما الثوم يتشوح هنحط عليه الطماطم والفلفل اللي احنا مقطعينها ونسيبها تتسبك عشان نحط لها الصلصه والجمبري والمكرونه. بعد ما الصوص يتسبك هنضيف الجمبري والميه اللي واخدينها من المكرونه ونسيبه مع بعض يتسبك شويه، وبعدين نحط المكرونه. وبعد ما الصوص يتسبك هنضيف عليه المكرونه. وبعد ما قلبنا المكرونه مع الصوص هنسيبها 3 دقايق على النار ونقدمها مع سلطه خضراء. بعد ما رفعنا المكرونه من على النار، ادي شكلها بعد ما خلصت. قدمناها مع سلطه خضراء، وبالهنا والشفا.